واحد من الأخبار المفرحة للاقتصاد المغربي وهي عودة النمو الاقتصادي للواجهة، وهذا الشيء رغم توالي سنوات الجفاف واللي أثرت في النمو الاقتصادي بشكل عام. خلال الربع الثالث من 2024 حسب المندوبية السامية للتخطيط، فالاقتصاد المغربي دار نسبة نمو ديال 4.1%، وهذا الشيء بالرغم من تراجع الفلاحة خلال نفس الفصل أو الربع بناقص 5.3%. فلو كانت غير السنة الفلاحية متوسطة، أي أن التأثير ديال الفلاحة ما كانش كاع، فالاقتصاد المغربي خارج الفلاحة دار 5.1%، وسواء 4% ولا 5%، فهذا المستوى ديال النمو هو كيتعتبر مستوى نمو جيد مقارنة بالسنوات الماضية واللي كان فيها النمو الاقتصادي يلاه كيتراوح بين 1 و 3%. وهذا الشيء سبق لي تكلمت عليه في مقال صحفي منشور في المجلة الاقتصادية المتخصصة إيكو أكتو بتاريخ 13 جوان 2024. ولكن نفس التحليل ونفس الأسباب اللي كانوا خلاوني نتوقع عودة النمو الاقتصادي وهما اللي اليوم كيخليوني نتخوف على الإمكانية ديال الاستمرارية وديال الاستدامة ديال هذا النمو خلال المدى المتوسط. بشكل عام فالاقتصاد المغربي كيخضع، والنمو الاقتصادي بالخصوص هو كيخضع لتجاذب بين جوج القوى مؤثرة. القوة الأولى هي قوة داخلية واللي كتطلع النمو الاقتصادي نحو الأعلى، والقوة الثانية هي قوة خارجية واللي كتنزل النمو الاقتصادي نحو الأسفل. وكنعني بالقوة الداخلية وهي الطلب الداخلي، وهذه هي لو بوين دو فورس الكبير ديال الاقتصاد المغربي واللي كيتشكل من الاستهلاك ديال الاسر ومن الاستثمار، خصوصا الاستثمار العمومي. بطبيعه الحال الاستثمار الخاص والعمومي، ولكن الاستثمار العمومي كيشكل 80% من حجم الاستثمار العام. اما القوه الخارجيه واللي كتنزل النمو الاقتصادي نحو الاسفل وهي الطلب الخارجي، وكنعنيو بالطلب الخارجي وهو الفرق ما بين الصادرات والواردات. وبما ان حجم الواردات هو اكبر تقريبا 2 المرات من الصادرات، فطبيعي ان الطلب الخارجي كينزل كما قلت النمو الاقتصادي نحو الاسفل. يمكن لنا نفهموا هذه العمليه بحال واحد الشخص كيجروا فيه 2 الاشخاص، واحد من اليمين وواحد من اليسار، واللحظه اللي كيتوقفوا فيها على الجران او اللحظه اللي كنشدوا فيها صوره فوتوغرافيه المرحله الاخرى اللي كيجروا فيها، هذيك هي المستوى اللي كيقول لنا شحال هو المستوى ديال النمو الاقتصادي خلال نهاية السنة ولا خلال نهاية الفصل نصف سنة ولا خلال نهاية الربع أي ربع سنة، وهو اللي كيكون الرقم اللي كيخرج في الأخير عند المندوبية السامية للتخطيط وكيعني نسبة النمو العام. هاد الصورة اللي كتشوفوها كتبين شحال هي المساهمة ديال مختلف القوى اللي كتأثر في النمو الاقتصادي. وكما كتشوفوا فالقوة الداخلية اللي كتشكل من الاستهلاك ومن الاستثمار طلعوا النمو الاقتصادي نحو الأعلى، بينما غالبا الطلب الخارجي اللي هما لي زيكسبورطاسيون نيت او الصادرات الصافيه، يعني الصادرات صفيناها من الواردات، هما في الغالب كينزلوا النمو الاقتصادي نحو الاسفل. وإلا خدينا مثلا الربع الاخير من 2023، ففي خلال هذا الربع هذا كما كتشوفوا فالطلب الداخلي هو كيطلع النمو الاقتصادي كيوصلوا حتى ل 10%، حدود 10%، بينما الطلب الخارجي هو تينزلوا تقريبا 5 ناقص 5 ولا ناقص 6%، وفي النهايه كنحصلوا على واحد النسبه ديال النمو خلال هذاك الربع ديال حدود 4% تقريبا. فلو كان التاثير ديال الطلب الخارجي غير محايد، يعني قد الصادرات قد الواردات، قد النمو ديال الصادرات قد النمو ديال الواردات، فكان غيكون النمو الاقتصادي هو بالفعل 10% خلال هذاك الربع. وبالنسبه لدوله بحال الجزائر اللي عندها قد الصادرات قد الواردات تقريبا، اي ان التاثير ديال الميزان التجاري محايد، فالنمو الاقتصادي عندهم كيكون غالبا بين 3 و 4%. يمكن لكم تخيلوا في المغرب لو كان غير قد الواردات قد الصادرات وكان الميزان التجاري محايد، شحال كان غادي يكون النمو؟ كان غيكون في المتوسط بين 6 و 8% بسهوله كبيره. اي غنخليكم تفهموا ان المعرقل الاول ديال النمو الاقتصادي هو عنده سبب خارجي واللي لاحظناه في السنوات الاخيره الماضيه، وهي غنسميها واحد المرحله ديال نهايه النزيف الخارجي. في هذه المرحله بالضبط الاخيره غنلاحظوا بان الصادرات تزادوا اما بريتم اعلى من الزياده ديال الواردات، اما بنفس الريتم ديال زياده الواردات.
بالتالي توقف هذاك النزيف اللي كان تراجعي سنه بعد سنه، خصوصا في المرحله ما بين 2008 حتى 2019. وواحد المؤشر اللي هو مهم بزاف وهو مستوى تغطيه الصادرات للواردات، كان في حدود 45% خلال السنوات الماضيه، وهو غادي كيطلع حتى وصل ل 61% في المرحله الاخيره نهايه 2023 2024. الملاحظه الثانيه واللي حتى هي مهمه جدا عندها علاقه بما نسميه ميزان الاداءات، لا بالونس دي بايمون، واللي كتضم بالاضافه للميزان التجاري اللي هو الفرق بين الصادرات والواردات مره اخرى، التحويلات ديال المغاربه المقيمين بالخارج، انفستيسمون ديريكت على ليترونجي يعني الاستثمارات الاجنبيه، وكذلك المساهمه ديال القطاع ديال السياحه. هاد الجوج بالخصوص التحويلات ديال المغاربه المقيمين بالخارج والعائدات ديال السياحه هما تزادوا بواحد المستوى قياسي، وغادي يوصلوا في نهايه 2023 باش يمكنونا من تغطيه ازيد من 80% من العجز اللي كيخليه الميزان التجاري. وبالتالي كنقصوا واحد المؤشر، واحد المعطى مهم بزاف، وهو الحاجه للتمويل الخارجي. نهايه 2023 غادي يوصل 9 المليار ديال الدرهم، اللي كتشكل يلاه 0.6% من الناتج الداخلي الخام. هاد 9 ديال المليار ديال الدرهم هي اللي كيخرج المغرب سنويا للبنك الدولي والمانحين الدوليين بشكل عام باش كياخذ عليها كريدي باش كيمول العجز ديالو. خليكم تخيلوا في السنوات الماضيه اللي كان كيوصل فيها الحاجه للتمويل الخارجي لازيد من 40 مليار درهم، شحال كان هو الجهد اللي كتستعملوا الدوله باش تهز عليه كريديات ثم كيتخلص من بعد من دافعي الضرائب. وملي كنقول دافعي الضرائب فهو الاستثمار العمومي المستقبلي، اي انه قد ما تزادت الحاجه للتمويل الخارجي قد ما كتضاعف لنا الاستثمار العمومي، وقد ما كيضعف الاستثمار العمومي قد ما كيأثر مباشره في النمو الاقتصادي. وكما كتشوفوا فالتأثير على النمو الاقتصادي كان كبير بزاف نتيجه العجز اللي حاصل في الطلب الخارجي. وحسب اخر الاخبار اللي كتجينا من عند مكتب الصرف المغربي، فكنلاحظوا بان في النهايه ديال 2024 بدات كتزاد مره اخرى الواردات بمستوى اكثر من الزياده ديال الصادرات. هادشي يمكن يكون نتيجه ديال بعض الزيادات اللي كانت في الاجور، التعويضات الاجتماعيه الى اخره، ولكن ما ندخلش انا بزاف في هاد التفاصيل. اللي كيهمني في النهايه هو النتيجه، اي ان هاد الزياده اللي كاينه دابا في الواردات خاص المسؤولين ينتبهوا لها وياخذوها بالجديه الممكنه، لانه احنا عارفين ان المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات عالميه بحال كاس العالم 2030. الخوف اللي كاين هو انها تمول من المديونيه الخارجيه وماشي من الادخار الوطني، وبالتالي فحتى الى تحقق واحد النمو اقتصادي على المدى القصير، على المدى المتوسط ممكن يختفي كما طرا في المرحله الاولى ما بين 2001 حتى 2008. الى هنا كينتهي الفيديو ديالي. الى عجبكم ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء، تابوناو في القناه، والى عندكم شي تعليق او انتقاد ما تنساوش تكتبوه هنايا لتحت. الى اللقاء.